في المجال الصناعي بالرباط تم التوقيع على اتفاقيتين لتعزيز التكوين المهني للموارد البشرية في مجال صناعة السيارات بين الأطراف الوزارية المعنية وشركتين فاعلتين في المجال بالمغرب. التفاصيل مع خديجة زروال وحمزة السيح. تعزيز التكوين في مجال صناعة السيارات كان الهدف من توقيع هاتين الاتفاقيتين، ستتم من خلالهما مواكبة تطور صناعة السيارات عبر تكوين موارد بشرية مؤهلة تتماشى ومتطلبات هذه الصناعة للكفاءات المهنية وتنمية الصناعة الوطنية والحفاظ على قدراتها التنافسية. اليوم هذه الاتفاقيات غتمكن من تقوية العرض التكويني بالنسبة لصناعة السيارات في المغرب، من تقوية أيضا هذا العرض التكويني باش يكون عندنا كفاءات اللي غيواكبوا هذه التطورات التكنولوجية بالنسبة للتحول والانتقال بالنسبة للترقي ديال هاد السيارات الكهربائية. بالنسبة للكفاءات خص يكون انتقال يواكب هذه المتطلبات، ولكن هذا الانتقال باش يقدر يتم بشكل عملي خص المؤسسات ديالنا اللي يكونوا في تواصل مستمر وفي انسجام مع المستجدات اللي كاينه في المقاولات. مثلا كل الامور اللي تخدموا بها المتدربين والمتدربات وكأنهم في الوسط ديال المقاولة. الاتفاقيتان تعززان جهود مكسب التكوين المهني وإنعاش الشغل في وضع برامج للتكوين مناسبة تستجيب للتطور التكنولوجي في قطاع السيارات وفي مجال الصيانة الصناعية. هذا التكوين سيعتمد على تطوير هندسة التكوين والعمل على اختيار فرق بيداغوجية وتحسين أداء المكونين عبر استفادتهم من دورات تكوينية وزيارتهم لمواقع شركات صناعة السيارات. الشراكة هم أيضا الصيانة الصناعية من خلال توفير معدات تقنية بيداغوجية لفائدة مراكز التكوين. هذه الشراكة بين القطاع العام والخاص تندرج في إطار خارطة الطريق الخاصة بالتكوين المهني المقدمة أمام صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في 2019، كما تستجيب لتوصيات النموذج التنموي الجديد الذي يجعل تكوين الموارد البشرية من أسس مستلزمات النمو الاقتصادي.